انا والله ما كنتش عايز بصراحه يعني اناقش كلام المجرمين دول، لان دول بيتكلموا يعني بجهل وبيتكلموا بكفر والعياذ بالله. لكن عشان بس الناس تبقى يعني عارفه، مش هنطول في الامر ده بس بسرعه قوي. يعني اللي بيتكلم عن عذاب القبر ده بيقول لك ما فيش عذاب قبر، يا رب املأ قبره يا رب بالنار والحيات والعقارب. بيتريق على الشجاع الاقرع والثعابين وبيتريق على الشجاع اقرع بشعر. يعني في ايات كثيره هنقول بعضها، وفي احاديث كثيره طبعا هيشرحوها لنا اساتذتنا اللي موجودين المشايخ. يعني اول ايه مثلا: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق سنعذب لا تعلمون نحن نعلم سنعذبهم مرتين. ادي سوره التوبه. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في سوره غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا الصبح وعشيا بالليل، ويوم تقوم الساعه. اللهم النار ايه دي بقى؟ بس بيقول لك ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. امال ايه النار اللي غدوا وعشيا؟ قيل هي القبر. سوره ابراهيم الله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل الحياة الدنيا، قيل في القبر. وطبعا في أحاديث كتيرة جدا. احنا لو بنناقش علماء نعرف ناخد وندي معاهم، ويقول لي قال الله، اقول له قال الرسول، الحديث كذا. لكن دول والعياذ بالله الله ينتقم منهم جميعا.